أيها الأحبة، إن احتفالنا بذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ليس إثارة لتاريخ مضى وأصبح أرشيفا، وإنما يعني الاحتفال بذكرى فاطمة الاهتداء لطريق الحق الذي رسمته ورضيت عنه صلوات الله عليها، ما دام رضاها علامة على رضا الله تبارك وتعالى، ورفضها دليلا على غضبه سبحانه. ويعني الاحتفال بذكرى فاطمة التوحيد الخالص والتحرر من عبودية الذات والأطماع والهوى والأنانية والمصالح وعبادة الطواغيت وتقديس السلف وغيرها من الأصنام التي تغل العقل والقلب عن الانفتاح على الحرية الحقيقية. ويعني الاحتفال بذكرى فاطمة رفض الظلم والفساد والانحراف والتسلط على رقاب الأمة بغير حق. ويعني الاحتفال بذكرى فاطمة الوحدة الحقيقية للأمة تحت راية القيادة الحقة، حيث قالت عليها السلام: وجعل الله طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. ألا ترون إلى هذه البشرية الضالة التائهة التي مزقتها الحروب وتفشى فيها القتل، ونحن في العراق نفقد يوميا العشرات من الأبرياء، ولم تنفع 1000 مصالحة وطنية ومؤتمر للوفاق وآخر للحوار ومؤتمرات للوحدة وغيرها من الأسماء والمسميات الخاوية، لأنها غير مبتنية على أساس صحيح، ولأنها لا تصدر عن نوايا صادقة ولا تراعي المبادئ الإنسانية العليا، وإنما تقنن لترعى المصالح الشخصية والفئوية وترسخ الأنانيات وتحكم شريعة الغاب، حيث لا مكان إلا للعنف والعدوان والظلم.